السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حقق منذ قليل المنتخب الوطني الجزائري فوز مهم ضد المنتخب السعودي بنتيجة 2-0. سجل الهدفين كل من رياض محرز ورفيق بالغالي. بعد نهاية المباراة علق المدرب بيتكوفيتش عن المباراة قائلا: أريد أولا أن أشكر لاعبي وجهازي الفني. هذه نتيجة تحققت بالاقتناع والعمل الجاد. واجهنا فريقا عالي المستوى شكلوا لنا الكثير من التحديات، وقد تابعت أدائهم ضد كوديفوار مسبقا. وقال كذلك أن المنتخب الوطني بدأ بالضغط من البداية، وكانت المباراة متوازنة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني واصل الفريق الضغط دون كلل. وعن اختيار التشكيلة الأساسية للكان قال بيتكوفيتش: لن أواجه صعوبة في اختيار التشكيلة الأساسية للكان. المباراتان الأخيرتان ستتيحان لتقييم جميع اللاعبين. من بين 23 لاعبا في القائمة سأختار 11 لاعب أساسي، لكنني لا أواجه أي تعقيد، فأنا أعرف لاعبي جيدا وأسعى دائما لتجميع الأفضل معا.